يا مساء الفل، عاملين ايه؟ اخباركم؟ حلقه جديده كاس الافريقيه، منتخب مصر، وان شاء الله نتمنى المنتخب انه يرجع بالكاس ويفرحونا. وانا عندي دعم او عندي ثقه كبيره جدا في المنتخب ده. هتكلم معاكم النهارده سريعا في موضوع مهم جدا، هو ليه بعد الجمهور عن الاستاد. كلام هقوله لكم مش هيتقال في التلفزيون، هتلاقي ناس كتير ما بتقولهوش. ما ينفعش يتقال في التلفزيون، يعني هو مش بنقلل من حد، بس هو ما ينفعش يتقال في الاعلام عامه. بس انا هقول لكم كام سبب كده غير المعلن. هو المعلن طبعا دايما ان الجمهور بعيد، الانتماءات للانديه، جماهير الانديه اكتر من المنتخب، وحب اللعيبه عن الفرق والكلام ده كله، والمشاكل اللي بتقابل الناس في دخول الاستاد. فحصل فجوه فعلا بين الجمهور والاستاد، دي حقيقه. لكن في كذا سبب تاني. اول سبب ان احنا عندنا حاجه اسمها النوستالجيا، دايما بنحن للجيل بتاع 2006 و8 و10 اللي هم خدوا البطولات دي كلها. يا جماعه هي ما بتتحسبش كده، احنا بنحن لده، ده غريزه جوانا، لكن مش ده الطبيعي. ده كان جيل موهوب، ربنا رزقنا بالحظ كده ان جيل موهوب في وقت قليل جم مع مدرب كويس قدروا ياخدوا البطولات دي. فبالحماس اللي نديه لطبيعه اللعيب المصري مع شويه موهوبين، قدرت تنافس اللعيبه اللي كانتش منتشره او كتير جدا من الافارقه المحترفين في اوروبا. فدي المعادله دي انت عرفت ازاي تحلها. اصل كان جيل مرعب، اللي ما حضرش بقى، اللي مثلا اللي اقل من 15 سنه و20 سنه ممكن ما يكونش حضر الجيل ده. الجيل ده كان فيه لعيبه كتير جدا، لدرجه ان كان فيه لعيب جمال حمزه، محمد حمص، الناس دي كانش ليها مكان في المنتخب، ولعيبه تانية كتير علشان التانيين كانوا احسن منهم. يعني جمال حمزه كان يخلص لك 100 ماتش، لكن هو في احسن منه. فمتخيلين الجيل كان عامل ازاي. تاني حاجه المشاكل اللي بتحيط بالمنتخب. انا شفت تصريح قبل كده لسمير زاهر الله يرحمه، قال لك انا كنت بقعد في الملعب بالقفطان كده في المعسكر، قلت لحسن شحاته اي لعيب عنده مشكله ابعتهولي انا هحلها له، خليك انت شغلك فني فقط. فشايفين كان المنتخب كان بيتفصل ازاي عن كل المشاكل وكل الاجواء اللي حواليه عشان يركز بس للبطوله. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا عندنا اصلا ما بقاش فيه قاعده ناشئين. يعني جيل شوقي غريب بتاع اليماني، وشوقي والرياض وابو المجد مصطفى وابو مسلم، الجيل ده اسمه جيلهم، ده جيل بيتسمى بالجيل ده. الجيل اللي بعده جيل عماد متعب وحسني عبد ربه، اجيال. احنا ما بقاش عندنا جيل. طلع لي جيل احنا اخر لعيب توقعنا انه ياخد المنتخب على كتفه ويطلع بيه لقدام مع محمد صلاح هو رمضان صبحي. وبص رمضان صبحي حاله بقى عامل ازاي، ومصطفى محمد اللي ربنا يكرمه يعني مكمل في اوروبا. ابراهيم عادل شويه وشويه، يعني ما بقاش في جيل تقدر تبني عليه. على عكس بقى ايه منتخبات افريقيا، الناس بتطلع ناشئين من صغرهم لاوروبا. انت يعني من الناس بس ما تعرفوش ان موزمبيق وكاب فيردي اللي هنلاعبهم، اللي هي الراس الاخضر، عندهم محترفين بتلعب في اتلتيكو مدريد، عندهم محترفين بتلعب في الدوري البرتغالي والدوري الايطالي. يعني ناس بتلعب مع مستويات غير الناشئين عندنا اللي احنا بنسميهم ناشئين، هم عندهم 24 سنه اصلا مع مستويات غيرنا. ده في لعيبه فيهم بتوع اتلتيكو مدريد بيلعبوا يا جماعه 3 و4 شامبيونز ليج، وناس بتلعب سبت وثلاث دوري انجليزي ودوري ايطالي ودوري برتغالي. فاحنا عندنا مشكله في الناشئين. ده حتى المدرب الوحيد اللي كان بينزل النجع وبينزل الاقاليم وبينزل الحواري يجيب لعيبه، كابتن ربيع ياسين، مشوه، طلعوا له مشاكل وبيان ضده. فاحنا عندنا مشكله اصلا في الناشئين بتنظيمها بالمنظومه اللي مدوره الدنيا يعني. ثالث سبب، وده بالنسبه لي بقى مهم جدا، واللي قلت لكم محدش يقدر يقوله في الاعلام. آه، احنا عندنا الجمهور المصري بيربط حب المنتخب وكرهه بالحاله اللي هو عايشها في البلد، مواقفه مع البلد. يعني تلاقي سعر البنزين غلي، يقول لك يلا ان شاء الله المنتخب يخسر النهارده في النهايه عشان يغلوا البنزين كويس. يا عم ايه العلاقه يعني طيب محمد صلاح ضربة جزاء، يلا هيضيعها وان شاء الله يضيعها عشان يبقوا سربوا امتحان ثانويه العامه كويس عشان يعلوا تمن رغيف العيش. يا حبيبي ايه العلاقه؟ هل تقنعني ان ايطاليا ما عندهاش مشاكل اقتصاديه ومشاكل مع البلد لما خدت كاس العالم؟ ايطاليا، فرنسا، البرازيل، دول اصلا مش لاقيين ياكلوا وبياخدوا كاس العالم عادي. فدي كانت المشكله الثالثه. ده غير ان احنا عندنا مشكله اصلا ان احنا فاكرين ان احنا لازم مطلوب مننا ان احنا لازم جيلنا ده يبقى احسن جيل في الدنيا. والله ما في كده في الكوره يا جماعه. ما انت بص لكاس العالم، الارجنتين لما خدته كان هو ايه؟ ده احسن جيل جالهم. البرازيل مع لو على كده بقى البرازيل تاخد كل كاس عالم، هو في احرف من البرازيل في العالم؟ كل كاس عالم خلاص معروف البرازيل تاخده. لا، هي بيبقى كل دوله او كل بلد بيحصل لها فتره يجي ده احسن جيل عندها، فبالتالي بياخد كاس العالم.
فالضغط اللي على اللعيبه ده مستفز. خلاص انسى بقى فتره القديم ده، وانسى اللعب الجميل في كاس القارات. احنا المستوى اللي عندنا ان احنا نلعب تحت الكوره، ده كده كلام، انا مش عايز اطول كلام فني خلاص. وبنلعب على خلق المساحات والباص السريع عشان نعرف نضاغي ونبقى قد الفرق اللي هي بقى لعيبتها كلها محترفه. فده كان من السبب الرئيسي اللي عايز اقول لكم عليه، ان الناس بتربط برضه حبها وكرهها للبلد ومواقفها مع البلد الاقتصاديه مع حبها وكرهها للمنتخب. بص انا مش هطول عليكم اكتر من كده، انا هقول بس كلمتين للناس اللي ايه يعني بتحب او بتكره المنتخب. يعني هو كل واحد وهو حر في رايه. لو انت بتشجع منتخب مصر حبا في المنتخب والانتماء وتراب البلد والكلام ده، انت حر. ولو انت بتشجع منتخب مصر من باب الشغف وبتحب الكوره عامه والخساره والمكسب والاجواء دي كلها، انت حر. ولو بتشجع المنتخب عشان بتحب 2 3 لعيبه بتوعك في المنتخب بتوع النادي بتاعك وعايزهم يتنجموا وتقول هم سبب فوز المنتخب، برضه انت حر. ونيجي العكس، لو انت متشجعش المنتخب وعايزه يخسر عشان مواقفك مثلا مع محمد صلاح بره الكوره، انت حر. ولو مش عايز تشجع المنتخب عشان مواقفك الاقتصاديه والسياسيه مع البلد، انت حر. لكن اللي انا اضمنه لك وابصم لك عليه بالعشره، ان انت هتتفرج على ماتشات منتخب مصر مشاعرك بتتغير من الماتش للتاني. يعني تعالى كده على نفسك، اللي مش عايز يشجع منتخب مصر تعالى على نفسك يا عم، هي كلها 45 ساعه هتتفرج ولا ساعه ونص تتفرج على منتخب مصر، شوف مشاعرك من ماتش لماتش بتزيد ازاي وحماسك بيزيد ازاي. الدليل من الاخر، شوف لو منتخب مصر في النهائي اخد البطوله هتبقى انت احساسك عامل ازاي وانت كاره المنتخب، مش انت بقى بتحبه اصلا وبتشجعه. وشوف احساسك لو منتخب ما خدش البطوله ورجع خسران، شوف منظرك هتبقى نازل عامل ازاي وانت رايح شغلك وانت رايح كليتك وانت رايح مدرستك، بغض النظر انت رايح فين. حب واكره براحتك وشجع وما تشجعش براحتك، بس نصيحه مني اتفرجوا على ماتشات المنتخب وواحده واحده انت هتلاقي الدنيا بتتغير معاك من ماتش للتاني. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، كل الدعم للاعيبتنا اللي انا متاكد ان شاء الله هيبقوا رجاله في البطوله دي، وان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس، واشوفكم في حلقه جديده.